السلام عليكم اخوان. بلا شك انك البارح سمعتيه في منتصف الليل الخبر ديال واحد السيده في بن حمد اللي ماتت وعودت حياة، يعني ماتت وحياة بهذا المصطلح. المهم البارح في واحد المقبرة اللي كاينه في مدينة بن حمد، كانوا واحد جوج ديال الناس غادين حتى بداو كيسمعوا واحد الصوت. في الاول ما عرفوش منين جاي هذاك الزوج، بدا كيشك وبدا غادي تقلب على المصدر ديال الصوت، وهو غادي تيقلب قرب ودنو حدا واحد القبر، وهو يبدا يسمع واحد الانين خارج من داك القبر. المهم هذاك الزوج ما تاكدش من داك الصوت، وعيط للزوجه ديالو واكدت ليه حتى هي انها كتسمع نفس الصوت خارج من نفس القبر. المهم هاد الناس هادو تخلعوا مشاو عيطوا على ناس اخرين، هاد الناس بدورهم حتى هما جاو واكدوا مصدر الصوت انه خارج من القبر. هاد الناس هادو عيطوا على البوليس وعلى السلطات اللي جات حتى هي لعين المكان في واحد الدهشة، في واحد الاستغراب. والبوليس قربوا ودنيهم حتى هما جهة القبر وسمعوا الانين، والاغرب من ذلك انهم سمعوا الدقان خارج من ذاك القبر ديال ديك السيدة. المهم حتى هما كانوا كيحاولوا يدقوا عليها وحتى هي ردات عليهم داك الدقان، هادشي على حساب هذوك الناس اللي كانوا تما والتصريحات ديالهم. المهم السلطات امرت بفتح هذاك القبر وتم اخراج هذيك السيده، والناس اللي كانوا تما اكدوا على انهم من بعد ما جبدوا داك الصندوق من المقبره بداو كيسمعوا فيه الدقان، وفعلا عرفوا بان السيده مازال عايشه ودفنات هذه تقريبا 10 ايام. وهاد السيده هذه اللي باقي ما عارفش القصه ديالها، فهي كانت خضعات لواحد العمليه جراحيه على الغده الدرقيه، وفاش دخلت القسم الانعاش اكدوا الاطباء على انها فرقات الحياه. فهادشي علاش حنا عندنا الطب باقي ما مطورش مزيان. اي واحد غمض عينيه صافي راه مات. لا، ما خاصكم تتاكدوا مزيان وتقطعوا الشك باليقين كيف ما كيديروا الناس الاجانب في المستشفيات العالميه، حتى تيقطعوا الشك باليقين وكيتاكدوا بان هذاك الشخص فارق الحياه عاد باش كيعلنوا على الوفاه ديالهم. وقبل من ذلك كيديروا كل الاجراءات اللازمه باش ان هذاك المريض لربما ينعشوا ليه القلب ديالو، ولا ربما يديروا ليه شي حاجه اللي تقدر تعطيهم واحد الامل وتعطي الامل حتى لذاك السيد باش انه يحيا. المهم اليوم من بعد ما خرجوها من القبر ونقلوها للمستشفى المحلي اللي كاين في بن حمد، ومن بعد المعاينه الاوليه ديال داك الطبيب اكد على انها صافي ماتت 100%. انا كنت كنعتقد ربما بان هاد المراه هذه فاش كانت في قسم الانعاش، فاش كانت كتخضع للعمليه، لربما تعرضت لشي حاله صحيه اللي كتخليها مثلا كتعرض لواحد انخفاض شديد في درجه القلب، كينجم عليه اغماء. هذا الاغماء ربما ان هذوك الاطباء اعتقدوا بانه وفاه وعلنوا الوفاه عليها. المهم اليوم ها هما ناقلينها لمثواها الاخير، الله يرحمها والله يوسع عليها والله يغفر لها والله يرزق الاهل ديالها والزوج ديالها وكل كل شخص كيعرفها الصبر والسلوان، يا ربي امين. المهم ها هو الفيديو غادي نقلوها لمثواها الاخير، الله يرحمها في هاد النار، الله يرحمها. لا ما عندي، خلي لي التليفون ديالك الله يسر عليك. دابا سجل. حنا الان كنتواجدوا بمستودع الاموات بمستشفى بن حمد. في هذه اللحظه كينقلوا جثه السيده اللي قالوا عليها انها حيات من بعد ما ماتت. هما الان غينقلوها للدفن مره ثانيه للمقبره بمنطقه بن حمد. كل الناس معنا البارح واحد الخبر ديال واحد السيده قالوا حياه من بعد ما دفنات اكثر من 10 ايام. هما الان ناقلينها للمقبره.
من بعد ما خرج التقرير ديال الطبيب المعاينه الاوليه على ان السيده فعلا توفات. الزوج ديالها كان كيطالب بالتشريح عاد من بعد يدفنها. هما الان كينقلوها للمقبره من اجل الدفن للمره الثانيه. احنا الان غنمشيو للمقبره باش نشوفوا واش انها غتدفن في نفس القبر او لا. احنا الان غنمشيو بطبيعه الحال غير سير انا غير تمشي كلشي سير. ماشي ساهل انك تدفن واحد من العائله ديالك مرتين. العائله كلها مصدومه بطبيعه الحال لان كما قلت لكم ماشي شي حاجه سهله. احنا الان متوجهين للمقبره ديال بن حمد من اجل دفن جثه السيده اللي قالوا البارح انها حيات في القبر ديالها. سكان مدينة بن حمد باقين مصدومين. احنا الان متوجهين للمقبرة فين غيدفنوا السيدة للمرة الثانية، ربما هي سابقة من نوعها في منطقة بن حمد. المعاينة الأولية لدى الطبيب اللي عاين الجثة يوم أمس، لدى الطبيب الشرعي، كتقول بأن السيدة ميتة. احنا الآن وصلنا المقبرة ديال منطقة بن حمد فين غتدفن للمرة الثانية السيدة اللي قالوا البارح أنها حيات. اسمح لي بغيت نتحرك، ما عرفناش واش غتدفن في نفس القبر أو لا في قبر جديد. غنعاود القصه ديال السيده بالنسبه للناس اللي ما تبعوش معنا. ان هاد السيده كانت دخلت المصحه من اجل اجراء عمليه الغده الدرقيه، من بعد كتدخل العنايه المركزه وتيقولوا العائله ديالها انها توفات، وفي نفس اليوم تيقولوا العائله ديالها انها باقا حيه.
الغد اللي تيقولوا لعائلتها انها توفات كيدفنوها من بعد 10 ايام كيكتشفوا انها كيسمعوا اصوات في القبر ديالها بحضور السلطات وبحضور رجال الامن وبحضور وكيل الملك. خرجوا الجثه من بعد ما عينها الطبيب ديال المستعجلات والطبيب الشرعي اكتشفوا ان السيده فعلا ميته.